من اكتر الاسئله اللي سالتها لنفسي وتقريبا كل الستات بتسال نفسها عنها هي اجيب الاير فراير ولا لا؟ هل هتكون معايا مفيده ولا لا؟ هتفيدني ولا لا؟ هتكون عمليه ولا لا؟ هجيبها ومش هستخدمها؟ هل هجيبها ولما استخدمها مش هتديني النتيجه اللي انا متوقعاها؟ هتفيدني ولا مش هتفيدني؟ كل الاسئله اللي بتدور في بالكم هتلاقي كل اجاباتها في الفيديو ده. كمان هتعرفوا في الفيديو ده انا جبت الاير فراير بتاعتي منين وبكام. بالنسبه بقى لكل الجدال اللي بيحصل الاكل فيها زي الاكل المقلي ولا لا، تعالوا دلوقتي هنعمل تجربه بسيطه في شويه حاجات بسيطه هتقول لكم في الحاجات اللي هتتحط فيها هل هي زي الحاجات المقليه ولا لا. وبالمره كده هديكم فكره سريعه عن الاير فراير. الكرتونة بتاعتها طبعا هي ما كانتش بالمنظر ده خالص، هي كانت جاية جديدة في الكرتونة بكل حاجة بتاعتها، بس أنا غصب عني عرفتهم إن أنا عندي شك جامد جدا في الحاجات الأونلاين، فكان هم مهمتهم إن هم يطمنوني وبس. ودي بصراحة كانت أكتر حاجة عجبتني فيهم، إن هم كل اهتمامهم ان هم يطمنوني. وكمان انا قلت الكلام ده في الفيديو بتاع المشتريات بتاعي، ان انا بعد ما خدتها منهم اتصلوا بيا تاني يوم يقولوا لي ايه رايك فيها واطمنتي ولا لا اكتر واستخدمتيها ولا لا، برغم ان هم لما ادوها لي طلعوها وجربوها وما مشيوش غير لما اكون مطمنه للحاجه بتاعتهم. فانا طلعتها كذا مره من الكرتونه، مع اني كنت حريصه جدا على اني ما اطلعهاش غير لما اعمل عليها ريفيو، وقلت لهم انا مش هعمل عليها ريفيو ولا انزلها غير لما اطمن لها اكتر وتكون كويسه. فكان غصب عني لازم اطلعها. هي كانت في الكرتونه بتاعتها دي الكرتونه، وقلت في فيديو المشتريات ان هي جيرمان تكنولوجي، صناعه المانيه وتكنولوجيا المانيه، وهي 1400 واط و8 لتر. كانت اهي، ومعاها كمان الكتالوج بتاعها. هي استيراد لكن مش مستعملة اهي. تعالوا بقى نعمل تجربة كده على السريع لشوية أكلات في الإير فراير، وبالمرة أوريكم البرامج بتاعتها. بطاطس مقطعاها، بطاطس اللي هي مش فارم فريتس ولا حاجة، بطاطس بتاعتنا، ومحضرة كفتة وبرجر. حاجة تطلع معاكم من الإير فراير زيها زي المقلية في الزيت، ما تحسوش فيها فرق أو اختلاف. بندي كل حاجة ندخلها رشة زيت. المفروض فيه بيكون فيه بخاخ بنجيبه بنحط فيه الزيت بتاعنا من عند اي حد بتاع ادوات منزليه، او كمان بيتباع في هايبر او كارفور الزيت بالبخاخ. ادخل البطاطس بتاعتي هديها دهنه زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو، بسيطه خالص خالص. يعني الفرشه انا حاطه فيها حاجه بسيطه. طبعا كلنا عارفين لو البطاطس دي اتحطت في الطاسه هتتحط في كميه زيت قد ايه وتشرب زيت قد ايه وهي خارجه اهو. تقريبا بس كده. وكمان البرجر والكفتة كده بالظبط. هو ده مقاس الاير فراير من جوه. طبعا الشبكة دي بتكون موجودة اهي، بتخلي الحاجة بتتحمر من فوق ومن تحت. يعني مش بنحتاج، غالبا ما بنحتاجش نقلب الحاجة عشان تاخد وش، لا هي كده بالظبط. وعلى فكرة الحاجة لو فيها نسبة دهون بنلاقي الدهون كلها نزلت تحت اهو. هو ده حجمها، يعني تاخد فرخة مثلا مفتوحة من الظهر كده مفرودة فيها. وطبعا هي دي اهو العمق بتاعها. قبل ما نحط الحاجة في الاير فراير في كمان فيها هنا ده السخان بتاعها، وفي مروحة علشان توزع الحرارة في الحاجة كلها، اللي هي تخلي الحاجة تتشوي أو تتحمر من كل ناحية من فوق ومن تحت من غير ما نقلبها. ودي المروحة اهي. بس قبل ما نحط الحاجه في الاير فراير يلا بسرعه انزلوا اعملوا لايك وكومنتات كتير عشان بتفرق معايا جدا، ونخلي اكبر عدد من الناس يشوفوا الفيديو ده ويستفادوا جدا جدا من الفيديو ده. يلا بقى نحط الحاجه. اول حاجه هحط البطاطس. احط الحاجه بطريقه عشوائيه جدا اهو، والكفته بتاعتي بس كده. وهدخل الحاجات دي في الاير فراير. هقول لكم بقى على البرامج بتاعت
الاير فراير. هنا انا هشيل بقى البلاستيك بتاعها. هنا لو تاخدوا بالكم مكتوب ان الحاجات اللي تستوي في الاير فراير تستوي على درجة حرارة كام. يعني مثلا احنا لو حطينا هنا لحمة بتستوي من 25 دقيقة ل 35 دقيقة، ودي تقريبا زي معجنات تستوي من 10 ل 20 دقيقة، ومكسرات تتحمص من 10 ل 20 دقيقة، والفراخ من 30 ل 40 دقيقة، البيتزا من 10 ل 20 دقيقة، والبطاطس من 35 ل 45 دقيقة. بس عايزة اقول لكم ان هي ما بتقعدش الوقت ده كله، لا بفضل مراقباها، والحاجة عامة بتستوي قبل الوقت ده. تعالوا بقى نظبط درجة الحرارة مع بعض. انا حطيت اهي الحاجة زي ما انتم شايفين، هظبطها. اول حاجة بشغلها اول ما بدوس على ده، انا حطيت الفيشة بيظهر لي الزرار ده كده، بدوس عليه. كل حاجة من دول بتديني درجة حرارة ووقت معين. يعني درجة حرارة الشيبس غير اللحوم غير الكيك غير المكسرات والحاجات دي كلها. وطبعا مش شرط ان احنا يعني عشان دي مكتوب عليها شيبس يبقى هي ما بتساويش الا البطاطس او الشيبس بس، لا طبعا هنلاقيها ممكن بتساوي البانيه. المهم ان احنا بنتحكم في درجة الحرارة والوقت اللي احنا عايزينه لتسوية الحاجة. انا هدوس هنا بعد ما شغلتها من ده، هدوس على دي، ادتني هنا 40 دقيقة ودرجة حرارة 180 درجة. عايزة أنا أقلل في الدقايق أو أزود فيها براحتي خالص. عايزة أقلل في درجة الحرارة أو أزود فيها برضو براحتي. أقدر إن أنا أتحكم في الوقت وأقلل أو أعلي ودرجات الحرارة. بس كده. هرجع لكم بقى بعد ما الحاجة تستوي. هنا أنا جيت أبص على الحاجة بعد ما فات يعني متبقي من الوقت 18 دقيقة. تعالوا كده نفتح. بصوا كده، دي كده الحاجة بعد ما اتحطت في الاير فراير. طبعا الحاجة سخنة جدا، الحاجة تقريبا استوت، مش عارفة امسكها. تعالوا كده نشوف الحاجة استوت ولا ايه. بصوا هي كده البطاطس اهي غرزت في الشوكة بكل سهولة، استوت اهي. عايزينها تنشف اكتر من كده يبقى هنسيبها شوية كمان. انا مش عايزاها تنشف، عايزاها تكون طرية شوية. يبقى كده بالنسبة لي الوقت حلو قوي. يعني الحاجة خدت فيها حوالي، لا مش عارفة امسكها، الحاجة بتاعتي دي خدت فيها حوالي 30 دقيقة، يعني نص ساعة، وكانت كلها معمولة من فوق ومن تحت. أنا ما قلبتش على فكرة أي حاجة خالص. أدي الكفتة واخدة كفر من بره قرمشة كده، حلوة قوي قوي. تعالوا كمان نشوف البرجر. يعني من هنا كده خد وش حلو قوي، من هنا كان ممكن نسيبه حبة كمان، بس برضو أنا كده بالنسبة لي حلو قوي، مش عايزاه ينشف قوي. أهو فضي الحاجات في الطبق وأوريها لكم. الحاجة أخدت في الإير فراير قد إيه؟ أخدت 30 دقيقة، نص ساعة بالظبط، وكانت كل حاجة مستوية. الكفتة مستوية جدا، البرجر مستوي جدا، البطاطس كنت عايزين تسيبوها تنشف، نسيبها ال 40 دقيقة. أنا عشان الأطفال هم اللي هياكلوا ومش بيحبوها مقرمشة قوي فطلعتها كده. بالنسبة لي كانت حلوة قوي، مفيش أي فرق غير إن الحاجة طالعة مش شاربة زيت حقيقي. أنا مبسوطة جدا، مبسوطة جدا جدا بيها، مبهورة جدا بالاختراع ده. خطير خطير بمعنى الكلمة، مفيد جدا جدا، صحي جدا جدا. أنا لغاية دلوقتي جربت فيها البطاطس، جربت فيها البرجر، جربت فيها الكفتة، جربت إن أنا بعد ما أسلق الفراخ أحمرها فيها. كانت حقيقي وهم كريسبي جدا جدا، مقرمشة جدا جدا من غير نقطة زيت. وجربت فيها كمان أقلي البتنجال، كنت هخلي البتنجال فقليت البتنجال فيها. كل دوت بمسحة زيت صغيرة خالص واسيبها. مش عايزة الحاجة تنشف قوي، ما بسيبهاش وقت طويل وبفضل مراقبة الحاجة. عايزين الحاجة تنشف وتكون كريسبي قوي، بنسيبها لغاية المدة كاملة. بالنسبة للاير فراير بقى، انا جايباها منين وجايباها بكام؟ اول حاجة عايزاكم تعرفوها ان ده مش اعلان ولا اي حاجة خالص. انا مجرد ان انا جبت حاجة وعجبتني
فقلت لقيت عليها كمان جدل كتير جدا، فقلت اما اعمل ريفيو عليها، بشرط انها لو عجبتني في الاستخدام وفي كل حاجة. هتلاقوا لينك الصفحة اللي انا جبت منها الاير فراير بتاعتي في اول كومنت، عايزاكم تدخلوا تنضموا للجروب بتاعهم. على فكرة هما مش عندهم اير فراير بس، عندهم ادوات كهربائية كتير وحاجات لاجهزة العرايس وادوات مطبخ كتير جدا جدا باسعار مخفضة جدا جدا. وانت عروسة وبتجهزي وعايزة تجيبي حاجة مطبخ، هتلاقيها كلها في الصفحة اللي اللينك بتاعها في أول تعليق. على فكرة هم ناس لسه في المجال جداد وبيحاولوا يثبتوا نفسهم ومش بيعلوا، وهم ضد الجشع بتاع التجار. فأنا حقيقي مبسوطة منهم جدا، ومش أول ولا آخر تعامل ما بيني وما بينهم. الاير فراير أنا جايباها بكام؟ زي ما قلت لكم هي استيراد 1400 واط و8 لتر. جايبه الاير فراير بتاعتي ب 3000 جنيه. واي حد هيطلبها ويقول ان هو شاف الاعلان على مطبخ سو هيبقى ليه خصم. فيلا بسرعه، الكميه عندهم محدوده جدا، الحقوا ان انتوا تطلبوها واستفادوا كمان بالخصم لما تقولوا ان انتوا شفتوها عند مطبخ سو. اي استفسار يتفضل يسيبهولي في الكومنتات وانا هرد عليها ان شاء الله كلها. يلا باي باي.